5 حاجات غلط بتعملوها بتبوظ لكم your curly hair. اول حاجه وهي ان انتوا بتستعملوا اي شامبو بتلاقوه عندكم في الشاور. I beg you استعملوا حاجه يا اما low sulfate يا اما sulfate free. انا عايزه ووش خفيفه فهستعمل السلفيت فري ده من بلامبي كيرلز. مش بس كده، كمان مش بتستعملوا كونديشنر. الكونديشنر ده يا جماعه بالنسبه لي اهم حاجه في الشاور، عشان هو ده اللي بيديتانجل وبيهايدريت وبيعمل لكم بيز حلوه قوي للستايلينج. هغسل شعري وارجع لكم تاني عشان نكمل. تاني حاجه، ممكن بليز اعرف احنا ليه لسه بنسلك شعرنا وهو ناشف؟ بليز 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 brush your hair وهو مبلول بس. ثالث غلطة، أنا عارفة إن أنتوا بتكسروا تديب كونديشن شعركم مرة في الأسبوع، فأتليست حاولوا مرة في الشهر، مرتين في الشهر. أنا دلوقتي بجرب الهير ماسك بتاع فيفلن، ولسه هجرب بتاع بلومين كاكتس، وقبل كده كنت بستعمل بتاع بلامبي كيرلز وكان تحفة. رابع حاجة، لو مش هتستعملوا أي برودكتس أتليست استعملوا ليف-ان كونديشنر. يعني الحاجة الوحيدة اللي بطلبها منكم، او لو انتوا لسه هتبتدوا خدوا ده كاول ستيب عشان بس يدي شعركم كده حياه. غير كده هيبقى سوبر دل ومش هيبقى فيه اصلا كيرل باترن، او لو هتبقى فيه هيبقى هايش وهيبوظ في ثانيه. فبليز ادوا شعركم الهيدريشن اللي هو محتاجه. اخر حاجه، الطريقه اللي بتنشفوا بيها شعركم مهمه جدا. اكتر حاجه بكره اشوفها لو حد لسه طالع من الشاور ويعصر في شعره. عمرنا ايفر ما بنعصر شعرنا عشان ده بيبريك الشعرايه حرفيا. ولو انتوا خلاص عايزين فريز ومش فارقه معاكم استعملوا تاول. لو فعلا فرق معاكم فيوز ا مايكرو فايبر تاول، اي نوع بجد، اي نوع من اي حته. ولما تنشفوا شعركم بليز بليز تعملوش كده، تحطوا شعركم لغايه كده جنتل قوي، سكرانش تو دراي. احنا بس بنكون عايزين نشيل الميه اللي بره. بنشيلها ازاي؟ كده. انا بحب بلوك for 10 minutes قبل ما diffuse وبس كده. This is how you get great curls.